أصدقائها بيقدروا ينجوا ويعدوا من الموجة، وبيفرح ماوي لأنهم قربوا عليه، وبيكمل سحب جزيرة موتوفيتو بكل قوته. بس للأسف البرق بيكمل ضرب فيه من كل جهة، وبرغم قوة البرق الهائلة ماوي بيرفض إنه يستسلم، وبسبب شدة الضربات كل الوشوم اللي على جسمه بتختفي لحد ما بيفقد وعيه. بعدها بيصير انفجار ضخم بيقلب القارب وبيدمره، وماوي بيوقع بالمية. أما موانا فبتساعد كيلي وأصدقائها وبيطلع فوق حطام القارب، وبرغم اللي صار موانا بترفض تستسلم وبتفكر كيف تقدر تكسر اللعنة، وبتتذكر إنها دايما في طريق ثاني. ساعتها بتوقف فوق الساري وبتنط جوا العاصفة بسرعة كبيرة، وهي بتتحدى البرق اللي بيهاجمها، وبتروح ناحية جزيرة موتوفيتو اللي كانت غارقة بالقاع. بالمقابل موني ولاطو بيشوفوا ماوي وهو فاقد الوعي، وكيلي بينط بالمي وبيروح ينقذه بيطلعوا على القارب. وفجأة البرق بيضرب البحر وقرب يوصل لموانا اللي كانت قربت تلمس الجزيرة، وبنفس اللحظة اللي لمست فيها إيدها الجزيرة البرق ضرب، بس العاصفة اختفت واللعنة انكسرت والشمس طلعت من جديد. مجرد ما ماوي صحي نط بالمي وغطس باتجاه موانا اللي كانت فاقدة الوعي وقريبة من الموت، وبيحزن على اللي صار معها وبيصير يبكي ويتمنى إنها ما تموت. بيبلش يغني بحزن وهو ماسك إيديها، وبتيجي روحتا وتاي وبتغني معاه، وكمان بتظهر أرواح أجداد موانا وبيشاركوهم الغناء بلغة مش مفهومة. وبتيجي روح جدة موانا وبتمسك إيدها، وبيمسكوا كلهم إيدين بعض وبيعملوا شكل حلزوني وبينقلوا الطاقة لموانا. وقتها بيظهر وشم جزيرة موتوفيتو على إيد موانا وبتفتح عيونها وبتصحى، وبتفرح لما بتشوف أرواح أجدادها اللي ماتوا. وكمان الخطاف بيرجع لماوي وبترجع كل وشومه اللي كانت راحت. والمفاجأة إنه المجداف تبع موانا بيرجع لها وبتصير عليه وشوم وبيصير مجداف سحري. روح جدة موانا بتودعها وبتختفي هي وكل أجدادها. بعدها ماوي بيطير لفوق وبرمي خطافه على الجزيرة وبيستعمل قوته بيسحبها من قاع المحيط. موانا بتكون على قمة جزيرة موتوفيتو، والجزيرة بتطلع من المي بشكل خرافي. أول ما موانا بتنفخ بالبوق تتكون طرق كتير بتوصل للجزيرة، وفجأة بيسمعوا صوت بوق وبيتفاجئوا لما بيشوفوا قارب جاي عليهم. فموانا واللي معاها بيركضوا يستقبلوا الشخص اللي جاي، وكمان بيسمعوا أصوات قوارب كثيرة جاي من كل مكان، وموانا بتكون بقمة فرحتها. بعد فترة بنروح على جزيرة موانا وبنشوف أخت موانا وهي بتستقبل ماوي، وماوي بفهمها إنه أختها موانا هي اللي بعثته، وبيعطيها صخرة مخرومة وبيطلب منها تطلع فيها. وأول ما بتطلع من الصخرة بتشوف قارب موانا جاي عليها، فبتنبسط وبتركض علشان تستقبلها. طبعا البحر بيساعدهم يوصلوا لبعض بسرعة، وكمان إمها ووالدها بيجوا يحضنوها، والكل بينبهر لما بيشوفوا عدد هائل من السفن جايين عليهم. موانا وأبوها بيعملوا احتفال كبير وبيستقبلوا كل زعماء البشر اللي زاروهم. بعدين موانا وماوي وأصدقائهم بياخدوا القارب ويكملوا رحلات الاستكشاف. كمان بنشوف الكاكامورو لما بيرجع لجزيرته وشعبه بيستقبلوه بفرح كبير. موانا بتكمل رحلاتها ومعها قوة سحرية بفضل المجداف السحري. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة، ونشوفكم بالفيديو الجاي.